كلمة لكابتن حسام حسن، محدش ينكر تاريخك الكبير مع المنتخب والأهلي والزمالك والأندية كلها اللي لعبت لها، إن أنت هرم من أهرامات الكرة المصرية والأفريقية بل والعالمية كمان، ومدرب ليك احترامك وتقديرك وماشي مع المنتخب، حققت الأهداف. كأس العالم صعدت وكأس أفريقيا صعدت والناس بتتمنى الأفضل دايما، لكن سلو الشغلانة دي يا كابتن حسام، حضرتك بتقول إن الناس ما بتستناش على الوطني، بتستنى على الأجنبي. اللي بيميز الأجنبي إنه كان قاطش ودان. يعني عندك كيروش في 2021 بعد ما اتغلبنا اول ماتش في افريقيا استحمل، ده الناس كانت بتطالب يا راجل بترحيله وتعيين حضرتك مدير فني للمنتخب، وكيروش قفل ودانه خالص ووصل للنهائي، بل انه كان هياخد البطوله، خسر بضربات جزاء وكان هيصعد كاس العالم بضربات جزاء لولا النحس اللي كان بيطاردنا. وعمل فرقه من تقريبا فرقه كانت مفيش، وطلع لعيبه احمد رفعت الله يرحمه ومحمد عبد المنعم واحمد ياسر، طلع لعيبه ما كانش حد عارف عنها حاجه، ومهند لاشين، وجرب لعيبه وكسب الرهان في الاخر. وبعد ما مشي الناس بتقول له فين يوم من ايامك، لانه كان وحش، كان داخل بصدره. عندك هيكتور راؤول كوبر، صانع يعني اللي انتشل الكره المصريه من الضياع، وصل افريقيا 2017، وصل النهائي، وصل كاس العالم بعد 28 30 سنه في 2018. اداء مصر دفاعيا كان هايل، كان هجوميا مش احسن حاجه، لكن كان بيغزل برجل حمار من الاخر، وكان بالتوليفه اللي موجوده قادر يعمل شكل وقادر يعمل لعيبه وقادر في حدود المتاح. انت معاك تشكيله ده حاليا احسن، حضرتك متضايق، النقد هيفضل موجود للوطني للاجنبي لكل الناس. انا بكلمك بتجرد كامل، الناس بتطالب حضرتك بالاداء، هتفضل تطالبك بكده، ولو لعبت كويس كسبت 1-0 ليه ما كسبتش 2 و3-0؟ هي كده، هو الجيم يا كابتن حسام بيتلعب كده. تعالى شوف ايطاليا بعد ما بتفشل غالبا توصل كاس العالم للمره الثالثه على التوالي، ماسكين جاتوزو وهات نحل في وبره رغم ان هم لسه هيلعبوا الملحق. هي الشغلانه بتتلعب كده، قدرك يا كابتن حسام كده. ما تتكلمش يا كابتن حسام، يا ريت خلي حتى نيم الجهاز يتكلم ولا كابتن ابراهيم حتى. اشتغلوا انتوا بتوع شغل، اشتغلوا، ادوا كل اللي في وسعكم، والنتيجه دي بتاعت ربنا، وتاكد ربنا هيكرمك. انا واحد من الناس اتمنى لك النجاح، لكن ما تعاديش الكل. اللي بيعادي الكل يا كابتن حسام بيخسر، اللي بيعادي الكل بيخسر. بالتوفيق يا كابتن حسام، كاس افريقيا بعد شهر، وانا يعني عندي طموح ان شاء الله ان احنا هنعمل حاجه كويسه. اما بالنسبه لكاس العالم فانا بمنتهى الامانه لسه عندي تخوف زي شعب مصر كله. نتمنى ان التحضيرات لكاس العالم ترقى لمستوى كاس العالم، احنا هنبقى تصنيف ثالث، حتى لو بقينا تصنيف اول هنتروق. فنتمنى ان شاء الله الخير للكره المصريه.